صباح الخير، صباح الفل والجمال. حبايب قلبي متابعين الكرام، بتشكر لكم على الكومنتات الحلوه اللي بتبعتوها. كل الناس اللي في مصر وخارج مصر، تحياتي للجميع. هنشوف مع تيتا النهارده هنعمل ايه. عندي شويه وراك هنعملهم كده ايه، نعمل لها تتبيله حلوه. انا كنت عملتها قبل كده بس ايه، التتبيله النهارده فيها بعض الحاجات المختلفه عشان هندخلها اول واخر كده على الفرن. دي من ضمن سفرة العيد، تمام؟ فطبعا مش هعرف اعمل فيديو كامل، انا قلت اعمل لكم كل حاجه لوحدي، بدلعكم والله. معايا شويه وراك، وهعمل ايه بقى في الوراك. لازم اديها كده شرخه كده، اقطعها كده شويه عشان ايه، التتبيله تدخل جوه. تمام؟ يعني هعمل برضو قدامكم عشان انا عامله كام واحد اهو. وده معمول وده لسه يا تيتا اهو كده اهو، شايفين اهو كده مفتوح. الوراك دي صغيره شويه يعني مش كبيره قوي، ف اهو عشان لما تشرب التتبيله تبقى حلوه وجميله. انا هعملها وهشيلها في التلاجة لغايه ايه ده معمول. تمام يا تيتا؟ طيب على بال ما الفراخ بتاعتنا تتعمل كلها، هعمل ايه يا تيتا؟ تعالوا نعمل التتبيله بتاعتنا. اول حاجه اهم حاجه عندي الزبادي. طبعا انت عايزه كوبايه، عايزه 2 حسب طلبك وحسب الكميه اللي انت هتعمليها. العلب دي صغننه خالص على فكره، مش عامله معلقه كمان، مش عامله معلقه. تمام؟ طيب عندك ايه يا تيتا كمان؟ عندي بصلتين كده متوسطين، كله هيتضرب مره واحده. تمام يا تيتا؟ عندي كمان طماطميتين 3 هننزل بيهم. في حاجه هنا قشرايه نشيلها. تمام؟ طيب وعندي ايه كمان في التوابل؟ عندي فلفل اسود ومعلقه كزبره صغيره او نص معلقه كمان مش مكمله. حلو يا تيتا. عندي بهارات فراخ معلقه صغيره. عندي ملح معلقه كبيره. عندي ايه بقى؟ السبع بهارات نص معلقه اهو، مش كتير برضو. طيب عندي جوز الطيب وعندي ليمون. اهم حاجه الليمون والملح والفلفل الاسود والايه البهارات بتاعتنا. هجيب بقى ايه رشه جوز الطيب كده، ايديا لينه. مش كتير يعني عشان هي ايه خلاص قربت تخلص. حلو قوي. وننزل بايه؟ هننزل بالليمون 4 5 6 ليمونات اتوصي. ليمون ايه جميل جدا بقى مع الخلطه. اهم حاجه الليمون. المره اللي فاتت نسيت الليمون على فكره وقلت لكم بفكروني. تمام؟ طيب بعد الليمون ايه كمان؟ شويه صويا صوص. بص كان عندي حبه قليلين صغيره كده، فرحت ايه حطيت فيها ميه يعني. تمام؟ مش مشكله، ميه قليله. وايه كمان؟ وشويه دبس رمان. تمام؟ طيب وعندي ده ايه ده؟ ده الصويا، سوري. عندي حبه كاتشب صغننين كده حار، بس انا مش هحط كتير. ماشي؟ هحط ايه حبه كاتشب كده بس هيحلوها يعني. يلا بقى نضرب الخليط بتاعنا.
يبقى لونه ايه غامق كده شويه. ليه؟ حمار الكاتشب والطماطم والصويا صوص والدبس الرمان هما اللي بيغمقوا الخلطه بتاعتي. تمام. يلا نحط بقى ايه كده من جوه اهو كده من جوه. انا بصراحه ما اعرفش اعمل الا بايدي. تمام اهو. يلا شايفين اهو يا سيدي. هتبقى طعمه ما اقولكوش. هسيبها في التتبيله في التلاجة لغايه ايه ما ندخلها الفرن. نغطيها مثلا بفويل. حطي كده بقى بين ايه وغطيها بالجلد. يا تيتا يا تيتا يا تيتا. ونبقى نشوف مع بعض ايه احلى فراخ مشويه. هندخلهم الفرن بعد شويه. لا مش بعد شويه، بعد شويه يعني هتقعد لها كده يوم ولا حاجه وندخلها واستنوني لما نخرجها. تمام. بس هنعمل ايه؟ يلا بقى نتسلى. وهنعمل ايه؟ هنعمل اللايك وسبسكرايب. دوس على الجرس يوصل لنا كل جديد. وايه مع احلى تتبيله فراخ ولا اروع ولا اسهل مع تيتا في المطبخ. ايه رايكم؟ يلا باي مؤقتا. حبايبي رجعت لكم تاني بقى قبل ما ادخل الفراخ بتاعتي بالتتبيله الجميله اللي احنا عملناها. ريحتها ما اقولكوش بجد بجد ما اقولكوش على الريحه جميله جدا جدا. يلا بس نساوي الجلد كده علشان ايه الجلد ده بيديها طعم حلو قوي. قبل ما ادخلها الفرن انا هعمل ايه؟ انا هغطيها بس بورق فويل. مش هعمل اي حاجه تاني. هي التتبيله والورق الفويل. تمام تمام يا تيتا. يلا نروح ندخلها الفرن ونرجع نشوف الفراخ بتاعتنا. وطلعت صينيه الفراخ من الفرن وما اقولكوش على الريحه والطعم. شايفين دايبه دايبه دوب دايبه دوب اهي. ايه رايكم؟ ايه رايكم بقى؟ وشايفين الصوص؟ شايفين الصوص اللي نازل؟ هي منها فيها لا سمنه ولا اي حاجه طبعا، بس تحفه تحفه خطيره. هتبقى طعمها ما اقولكوش. يلا بقى ما ننساش اللايك سبسكرايب. هنشير عشان يوصل لنا كل جديد. هندوس على الجرس اكيد طبعا. ويلا بينا نحطها على السفره عشان الضيوف. يلا بينا. باي باي حبايب قلبي.